اهلا بيكم. بتبقى في شغلك. بعد فترة ممكن تحب ان انت تعمل كارير شيفت، يجي لك فرصة احسن ايا كان يعني. وفي ناس بقى عندها تحفظات على الكلام ده، لسه برضو المدرسة بتاعت الولاء للمكان، وانك تقعد 35 ألف سنة في نفس المكتب وعلى نفس لسه ناس بتفكر كده يعني، حتى في القطاع الخاص. بتخش الانترفيو ولازم يعني معرفش، بيبقى ساعات الوظيفة الجديدة عاملة زي الجوازة كده، بطيخة مقفولة يعني. فانت لازم تبقى مخلي بالك اوي من شوية حاجات بسيطة كده، عشان ايه هتظهر معاك قدام يعني. من اول بقى بتقابل مين، وطريقة الانترفيو والاسئلة والسيكونس يعني المراحل اللي بتمر بيها، والوقت، والاستجابة قد ايه، والاستجابة ازاي، وايه الالفاظ اللي بتستخدم، وهكذا يعني. فلو انت برضو ايه بالبلدي كده، لو الحساس شغال كويس يعني، هتحس ان لا، في حاجة مش قد كده، وتخلع بدري بدري بأفضل يعني، بدون اي ضحايا يعني، وبدون اي مغامرات ملهاش لازمة، بالذات بقى لو ايه، في سن بقى، في خبرة معينة، في حاجة يعني. برضو مهما كان لما حد بيخش شغل، ما حدش بيخش شغل عشان يسيبه يعني. بتخش انترفيو مثلا، بتلاقي تايتل فظيع، بتلاقي شركة فظيعة، اساس جميل، كلام حلو. بتحس ان انت ايه يا جماعة، ده انا يعني وظيفة الاحلام دي ولا ايه؟ تبتدي تخش بقى، لا طبعا بتلاقي الدنيا يعني في الكنافة يعني، ما في ساعات تايتلز كده، وما فيش يعني، مع احترامي يعني. ما بيبقاش القرارات ولا التفكير على قد التايتل. طريقة الشغل ممكن تفرق يعني، حتة بقى احنا بناخد قرارات جماعية، ولا هم شو، ولا الدنيا ماشية ازاي، ولا مين بيعمل ايه اصلا. دي برضو حدوتة. انت ريبورتنج لمين، دي برضو تفرق كتير قوي، لان انت ممكن تبقى في قسم ريبورتنج لحد في حتة تانية خالص يعني، او حد ما عندوش خبر عن اللي انت بتعمله. فانت كده كأنه صوتك مش واصل. الثقافة بتاعت المكان، هل الناس بتسمع لبعض، هل الناس فيه كده، مش لازم يبقى حب يعني، بس هل الناس متقبلة بعض ولا كل واحد جاي الصبح شايل خنجر في ظهره؟ ويعني الموضوع معركة يعني، ما هياش ومين بقى اللي صوته أعلى، ومين اللي يفرض نفوذ أكتر، ومين اللي معرفش إيه. فالحاجات دي لازم الواحد يخلي باله منها، لأن طبعا بتفرق يعني. ما هو الواحد يعني كل يوم الصبح ورايح الشغل ده، برضو مش كلام انشا، انت بتقعد في الشغل حبة حلوين قوي يعني، واكتر من بيتك. فانك تنزل متضرر ومتضايق وقاعد غصب عنك، عشان يعني برضو الحاجة ايا كانت، وربنا ما يحط حد في الموقف ده. اكيد القصة مش سهلة يعني. على ان انت برضو لما بتسيب، ما هياش سهلة، ما انت برضو بتتسأل، طب انت هتسيب ليه، وسبت ليه، وقعدت قد ايه، والكلام ده كله يعني. ف يعني اللي عايز اخرج بيه من الكلام ده كله، ان نخلي بالنا في الاول، لان في حاجات هتبين يعني. يعني انا حديثا مثلا، حد كان قال لي انه راح عمل انترفيو، وبعدين هو حس من الانترفيو ان الدنيا لا، مش لطيفة. حد بعد منه راح كان فرحان قوي وتوكل يعني. ف يا ريت الواحد يبقى عنده نص الحاسة السادسة بتاعت الراجل الطيب ده، لان طبعا تفرق كتير يعني، تفرق كتير. وربنا يدي للناس كلها كل حاجة حلوة يعني. أشوفكم بخير.